لي فكرة ذكريات للبيع. مين انت اخترت العنوان؟ ده مجموعة العنوان داخل 27، انت عامل يعني 27 قصة جوه الكتاب بالظبط، او كتيب، يعني اذا صح التعبير. أو يعني هو مش اتفضل. حجمه مش نعم. كبير قوي. نعم هو صحيح. 133 صفحة في قطع متوسط. ذكريات للبيع هي عنوان واحدة من القصص اللي موجودة جوه المجموعة القصصية من ضمن ال 27 قصة. أنا اخترت العنوان دوت لأنه القصة اللي بتحكي اللي عنوانها ذكريات للبيع هي قصة قريبة قوي لقلبي. كتبتها في ظرف كده غريب شوية، فزاد معزتها عندي. أنا كتبتها وأنا كنت ماشي في الشارع والفكرة خطرت على بالي وما كانش معايا ورقة وقلم أكتبها، فما لقيتش حتى مكتبة قريبة مني إن أنا اضطريت رحت اشتريت جورنان علشان كتبت على الهوامش بتاعته القصة. نعم. فاعتزيت بيها قوي، الى جانب ان كمان الاسم برضو ملفت للنظر. بيشد عين القارئ، لان يعني جالي فيدباك كويس عن الكتاب من قراء مختلفين، قالوا لي ان كان العنوان واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلتنا اشترينا الكتاب. نعم. محمد، كتبت قبل كده؟ يعني أنا عندي فكرة إن أنت شاركت مع مجموعة من المؤلفين والمدونين تحديدا في تأليف كتاب كان اسمه أبجدية إبداع عفوي. نعم. يعني دي كانت أول تجربة ولا كان في برضه قبل كده؟ لا، قبل كده كنت بنشر على بلوجر، على مدونة عندي في الإنترنت. حضرتك عارف من وقت قد إيه؟ من ابتديت 2007. جميل. في توقيت من بداية من 2005 ابتدى التدوين ينتشر في مصر ويتعرف. وده كانت النافذة الأولى اللي على الأقل بشكل شخصي كنت بطل بيها على قراء ما كنتش في بيني وبينهم علاقات سابقة قبل كده. وده كان أول مرة ألاقي حد بيقول لي أنت كتبت هنا كويس وأنت كتبت هنا وحش. ده كان أضف تعليقا، يعني فكرة إن في حد بيكلمك. حقيقي. يعني كنت بنشر القصة مثلا أو مقالة، وبيبقى في مكان للتعليقات. الناس اللي كانت بتخش تقرا المدونه كانت بتسيب لي تعليق. نعم. اجدت هنا، اسأت هنا، كان افضل كذا في المكان دوت وهكذا. كنت بترد عليهم ولا كنت بتاخد وتصلح انت عندك حاجات؟ طبيعي كنت برد، لان احيانا بيبقى عندي وجهه نظر في اللي انا كتبته ممكن نكون مختلفين صحيح. فيها، فبحب اوضح. يعني على سبيل المثال مثلا قصه ذكريات للبيع نفسها، حد قال لي ان الفينال بتاعها مباشر قوي، لان هي قفلت بجمله انه بطل القصه بيقول البطل اللي قصاده لا يمكن للمرء ان يبيع ماضيه يا عزيزي. فالناس اللي قرت القصه قالوا لي مباشره قوي. قلت لنا كل حاجه، يعني كده انت جاوبت انه مش ممكن. فانا قلت لهم ان هي مش مقصود منها المباشره قد ما هي مقصود منها ان بطل القصه بيوضح لنفسه انه مش قادر يبيع ذكرياته اللي كان عارضها للبيع دي، اكتر من انه بيقولها للشخص اللي كان جاي يشتري الذكريات دي. فمش دايما بتكون الامور الناس بتشوفها من نفس وجهه النظر. فكان لما حد بيسيب لي كومنت على الفيس على البلوجر كنت بهتم قوي ان انا اخش ارد عليه، اذا كان في حاجه اذا كانت في حاجه تحرك النقاش. بالظبط. والنقاش ده بصراحه بشكل شخصي افادني كتير. في ناس حتى فيما بعد كده بقينا اصدقاء واتقابلنا وعرفنا بعض، وكانت الدنيا يعني بدايه انا بس عايز اقول ان انت سنك صغير، انت بس بتصبغ ابيض. يمكن انت عندك كام سنه؟ انا عندي 35. جميل. انت دراستك كانت ايه؟ انا في الاصل خريج حقوق. جميل. لكن الكتابه، فكره ان انت تكتب، فكره هي من قبل كده. انا في زمان خالص وانا صغير من اعدادي كده كنت بكتب زجل وشعر. وانا في تانية اعدادي كنت دخلت مسابقه على مستوى محافظه الجيزه، على مستوى المدارس الادارات التعليميه في محافظه الجيزه، وربنا اكرمني وخدت مركز تاني فيها. فوالدي رحمه الله عليه هو كان مدمن للقراءه، وكان شايف ان دي يمكن اهم هوايه في الدنيا هي القراءه، لدرجه انه لما كان بيقرا كان بينعزل عن العالم بجد. يعني صدقني كنا نقعد نكلمه مثلا في اي موضوع هو مش سامع، لدرجه ان احنا لما كنا نحب نطلب طلبات احنا عارفين ان هو هيرفضها، كنا نستنى لما يقعد يمسك كتاب يقراه، لان ده اوكي طيب عشان نمشي عشان يكمل قرايه. حقيقي. جميل. فهو رحمه الله عليه اللي ابتدى يشجعني. ولما ابتديت اكتب بشكل بقى اكثر احترافيه كانت ايام الجامعه، يعني مش مسألة احتراف وهواية، لا بس قصدي أكثر إصدار يطلع للجمهور يعني. نعم. كان في الجامعة كانت بتعمل مسابقات في رعاية الشباب بالقصص القصيرة للشعر وحاجات كده. كان هو رحمة الله عليه اللي كان بيشجعني قوي، وكان هو أول حد يقرأ. من قد إيه وقت؟
عشان اعرف بس تابع اول اصداراتك مثلا للاسف للاسف ما لحقش. توفى رحمه الله عليه من 8 سنين. عشان كده اخر قصه في الكتاب اسمها سنوات العجاف السبع كانت عنه هو رحمه الله عليه، رحيله ان هم ال7 سنوات اللي توفى يعني اللي مروا على رحيله. انا بشوفهم دول سنوات العجاف في حياتي. ربنا يرحمه يا رب ويجمعنا بيه في الجنه يا رب. اشكرك. محمد خليني اعرف معاك فكره ان انت يعني تبقى سعيد بمطبوع او يعني تلاقي كتاب او اصدار بيبقى موجود. ده الناس بتدور على ان احنا مثلا لو احنا بنكلم العالم في لحظات انت تقدر تضيف ما تشاء او تخاطب عدد كبير جدا في مدوناتك او عبر الانترنت او امور من هذا القبيل. فرحه ان انت تلاقي اصدار ازاي مختلفه؟ مختلفه جدا، لان في حاجه مهمه، إن انت في المدونه بيجي لك فيدباك او ردود افعالك بشكل مباشر وقتيه. يعني اول ما بتنشر العمل في خلال يومين 3 بتلاقي عليه كميه كومنتات لكل الناس اللي دخلت قرت الحاجه المنشوره. الكتاب المطبوع لا، انت بتسيب بصمه في التاريخ بقى. يعني اللي موجود على المدونه هو بيتقري دلوقتي، ومش شرط انك تقدر تجيبه تاني. لكن اللي موجود في كتاب مطبوع ده اللي بعد كده بيبقى لك. يعني زي الكتاب الكبار اللي موجودين احنا، لا الناس ما قبل العصر بتاعنا دوت، لو ما كانش ليهم شغل مطبوع وموجود ما كناش قدرنا نعرف عنهم حاجه. لكن فبالتالي ده يفرق. والحمد لله رب العالمين زي ما حضرتك وضحت من شويه، انا فرحتي ما كانتش بكتاب واحد، انا فرحتي كانت بكتاب ذكريات للبيع، وكانت فرحه تانية بكتاب ابجديه ابداع عفوي. خليني اخد بس سطور سريعه عن الابجديه وبعدين هنيجي لذكريات. يعني ابجديه ابداع عفوي ظروف ان هو يصدر للجمهور. هقول لحضرتك، هو انا شايفه من وجهه نظري هو تجربه جديده جدا. اتصور يعني ان هي جديده على الكتابه العربيه. نعم. ان 84 شخص يشتركوا في كتاب واحد. نعم. ما سمعتش انها حصلت قبل كده. 84 مدون. ابتدت ازاي؟ هي ابتدت بمبادره كانت موجوده على الانترنت. من وقت ما ابتدى الفيسبوك يكون ليه شعبيه عاليه، ناس كتير قوي من اللي كانت بتشتغل على التدوين ابتدت تكتب شغلها على الفيسبوك في نوتس مثلا او في ستيتس على الفيسبوك. فالحكايه دي خلت المدونات بقت الى حد كبير مهجوره شويه. فواحده من مدونات زميلتنا اطلقت مبادره على البلوجر ان يا جماعه كل الناس اللي كانت بتدون فيما سبق وبطلت تدوين واتجهت للفيسبوك، تعالوا نعيد نشاطنا التدويني مره تانية. وفي شهر 7 اللي فات قالت احنا هنعمل كل يوم تدوينه. فناس كتير اشتركت في المبادره ديت، وناس كتير ابتدت ترجع للمدونه بتاعتها تاني، ونشرنا كل يوم تدوينه طول شهر 7. بعد كده ابتدينا المرحله الثانيه من الاختيار، ان احنا ابتدينا نعمل كل المدونات ديت جمعناها في مكان واحد وفتحناها للتصويت. كل الناس تخش تقرا وتعمل فوتنج للمقال او لقصه او لشعر موجود على كل الناس اللي اشتركت في المبادره دي. وبعد التصويتات ديت اتعرض كمان الشغل اللي عدى، كانوا حوالي 120 تدوينه اتعرضوا على لجنه تحكيم، وتم الاختيار منهم ال 84 مدون دول. مين اللي بيدخل يقول صوته؟ يعني انت بتقول ان في تصويت من مين؟ يعني القطاعات اللي بيدخلوا هل اعمار واضحه؟ يعني مثلا في الجامعه قبل كده اكبر من كده الامر مفتوح لكل من يدخل؟ هو المساله مفتوحه لكل الناس اللي تقدر تدخل على الموقع بتاع الكتاب. هو ما كانش كتاب وقتها بقى الموقع، لسه كان مدونات. ان احنا قلنا هنعمل مبادره 100 تدوينه بعد مساله التدوين اليومي، وجمعنا المدونات اللي اجتازت المرحله الاولانيه في موقع واحد. فبقى متاح لاي حد يقدر يخش، اصدقائنا، معارفنا، الناس اللي بتتابع مدوناتنا بشكل عام. وتخيل 84 مدون انتقلوا كلهم على مكان واحد، كل واحد جيل بالجمهور بتاعه مثلا. بالظبط كده. الى جانب الناس اللي كانت عرفت المبادره من خلال الفيسبوك. وحتى كمان اتكتبت في بعض الجرايد عنها. يعني الحمد لله كان جات لنا حجم تصويتي عالي قوي، اللي تم من خلاله الاختيار بعدد التدوينات اللي اتعملت. نعم. التدوينات ديت في المرحله الاولى بعد ما خلاص تحددنا ال 84 مدون، في ناس كانت مشتركه باكتر من تدوينه، وكانت في ناس مشتركه بتدوينتين او 3 او واحده. بعد كده اتفقنا ان هو هيتجمع في اصدار الكتروني. نعم. هينشر على الانترنت.
وتحمسنا فعلا واتعمل له كل ما يلزم عشان ينشر، وفعلا تم نشر الكتاب الاصدار الالكتروني دوت على الانترنت، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي عدد التحميلات بتاعت الكتاب تجاوزت 1300 مره. جميل. فيما بعد بقى قبل معرض الكتاب بشويه كده، المشرفه على المشروع وبحب اشكرها، احنا متواجدين، استاذه لبنى احمد نور، واحده من المشرفين على المشروع هي واستاذ عدنان احمد وايثار احمد نور. اتفقوا مع دار النشر، وهي نفس دار النشر اللي اصدرت لي ذكريات للبيع، ان ابجديه ابداع عفوي تكون في اصدار ورقي كمان. نعم، دول هما الاثنين شاركوا في معرض الكتاب، ذكريات للبيع وابجديه ابداع عفوي. نعم. ومن فضل الله ابجديه ابداع معرض الكتاب اللي فات ده على طول. ابجديه ابداع عفوي على سبيل المثال الحمد لله رب العالمين كان واخد مركز سادس على كل مبيعات الدار، جنب اسماء زي دكتور نبيل فاروق ودكتور احمد خالد توفيق واستاذ احمد مسلماني واستاذ محمد فتحي الصحفي في جريده التحرير. فلما الكتاب اللي مشتركين فيه كلنا ينافس جنب الاسامي ديت مساله اسعدتنا جميعا يعني الحمد لله. ومن فضل الله كتابي برضو جوه اطار مشروع النشر. محمد خليني اقرب من احد الاعمال، هتختار لنا عمل يعني قصص طبعا فيها طويل وقصير. ممكن ناخد رساله من الاعمال دي؟ احنا عندنا 27 قصه. اولا في خيط بيربط بين ال 27 ولا كل يعني فكره هي طلقه رصاص مستقله، افكار يعني متباينه؟ لا، هي كل قصه منفصله خالص عن بقيه الخط. يعني حتى الكتاب نفسه متنوع، في قصص اجتماعيه، في قصص رومانسيه، في قصص فيها نوع من التشويق والاثاره، حتى في قصص شويه نقدر نقول ان هي ممكن تكون ما وراء خيال علمي مثلا او حاجات كده. هتختار لنا احد الاعمال؟ طيب، في قصه اسمها الساعه. نعم. انا يعني ممكن اقرا فقره منها. هي بفكرتها باختصار بتتكلم عن شخص احتاج لنقود علشان يشتري لوالده دواء ويجيب لابنه اكل، وهو من خارج القاهره. فهو للاسف لما نزل القاهره كان نازل القاهره عشان يستلف مبلغ مالي من واحد من قرايبه، وللاسف فقد محفظته اللي كان فيها عنوان خاله ورقم الهاتف بتاعه، اصبح دلوقتي معهوش حتى فلوس ترجعه بلده ولا معاه العنوان اللي يقدر يروح. فاضطر ان هو يبيع الساعه بتاعته. هو متعفف ان هو يشحت من المره ثمن تذكره العوده، فحب ان هو يبيع الساعه بتاعته، بس هي كانت ساعه من نوع رديء شويه فما حدش راضي يشتريها. لحد ما قابل مجموعه من الشباب، عرض عليهم الساعه، سخروا منه، وحصل بقى الفقره اللي انا هحكيها اقراها. توجهت نحو أحدهم: من فضلك اشتري هذه الساعة. تلتهب نظرات السخرية في عيونهم فتلتهب أعصابي، لكنني أحاول مجددا: إنها رخيصة ولن تكلفكم الكثير. هيا اذهب من هنا، تبا لكم أيها النصابون. هكذا قال أضخمهم وهو يدفعني بعيدا. كانت يده قوية، لم أتمالك نفسي، أندفع إلى الوراء. حافة الرصيف تهرب من تحتي، أسقط أرضا وأنا أبكي من داخلي. أبي، كيف أنت الآن؟ أحاول أن أتشبث بأي شيء. طفلي، هل أكلت أم لا؟ ارتطمت بالأرض. صوت أبي يتردد في ذهني: يا بني لا تسافر. تطير الساعة من يدي، أراقبها وهي تعلو. ثمن الدواء غال ولا أملك النقود. الساعة تهبط بسرعة إلى الأرض. نفد الطعام من البيت وصغيري لا يصبر على الجوع. ترتطم الساعة بالأرض. بكاء طفلي يحتل أذني. تتناثر الساعة قطعا صغيرة أمام عيني. أنين أبي يعلو. تمر سيارة مسرعة فوق الباقي من قطع الساعة. أنا هقف هنا بس مش هكمل بقى بعد كده إيه اللي حصل له، وأسيبها لحبيبي إنه يقرأها. أنت ممكن تكمل لنا دي وهو يعني هيشوف ويقرأ معانا الباقيين. أنا لأني عايز أعرف أنت كنت عاوز تقول إيه رسالتك. يعني كده هسيب الامر معلق. لا، تحت امر حضرتك. طيب انا هكمل بعد كده بقيه القصه. هو فاضل بس مقطع او اتنين. مقطعين. اتفضل. كان اليأس يمزق قلبي. جلست على حافة الرصيف وادعا رأسي بين كفي. رغما عني انهمرت دموعي في صمت. يد تربط على كتفي، وجه مبتسم يملأه النور. كان شابا هادئ القسمات. سألني عن قصتي فأجبته. دعاني للعشاء وصاحبني حتى محطة القطار واشترى لي تذكرة العودة. حينما صافحته لأودعه وأشكره
دس في يدي ورقة مالية من فئة كبيرة. حاولت أن أشكره على الأقل، ابتسم وانصرف. عائدا الآن إلى بيتي مع نسمات الفجر، في يدي دواء أبي وطعام ولدي، بداخلي قرار أن أرد الجميل، لكنني لا أعرفه ولا أعرف عنوانه، لا أعرف حتى اسمه، لكن يمكنني رد الجميل بمساعدة الآخرين في مواقف المحنة قدر استطاعتي. طفلي ينتظر في الشباك، ما أن رآني حتى هرول إلي مبتسما، ارتمى في أحضاني وحملته إلى الدار، صوت أبي يدعو لي بعد أن صلى الفجر. جميل جميل. هنا فكره ان هو هيعمل خير بقى بشكل مفتوح، مش هيحدد اشخاص. بالظبط. هو كان المغزى من ورا القصه ديت. كتير بيحصل الموقف دوت، ابقى ماشي في الشارع والاقي حد يقول لي والله ده انا محفظتي، احيانا مش مطمئن هو صادق او بيكذب حقيقي، بس يعني بتكلم في ظاهر الحاله، انا ما دخلتش النوايا. الموقف بيتكرر كتير، في ناس بتحصل معاها مواقف صعبه في الشارع، ما يبقاش عارف هيعمل ايه. فأنا كان قصدي هنا إن إحنا ما نخليش فعل الخير مشخص موجه لشخص أعرفه أو ما أعرفوش، ما يبقاش بقصد. أنت إنسان ناوي تعمل خير. بالظبط. الإنسان بقى يستحق أو لا يستحق، أنت بتعمل خير. بالظبط. أنت عن نفسك بتعمل خير. خلي الخير مطلق. الجزء الثاني من الرسالة في القصة ديت إن أنت ممكن ما تعرفش ظروف الأشخاص اللي أنت هتعمل معاهم الخير حتى من غير ما يطلب. فخلينا ما نسخرش. بالظبط. فخلينا نحترم الآخرين. انت يعني في لو مش هتساعده ما تسخرش منه. في مواقف بتحصل انه يا عم روح كده انت. فيعني انت مش عارف ظروف الشخص دوت ايه، مفيش داعي انك تجرحه، مفيش داعي انك تسخر منه. خلي فعلك للخير او اتجاه ارادتك لفعل الخير يبقى مش اتجاه شخص معين، خليك بنيتك انت هتعمل خير، وجه الخير يعني وخلاص. نفتكر فعلا فليقل خيرا او ليصمت، يا اما تقول كلمه كويسه للراجل ده اذا قدرت، ما قدرتش خلاص بلاش تهينه او تجرحه يعني. طب انت قلت انت عملت خيال علمي في المجموعه القصصيه، يعني خليني برضه اقول النسبه اللي هي اذا كان في حاجات انسانيه ومشاهد من الحياه بنسبتها قد ايه للخيال العلمي؟ لا، الخيال العلمي او الخيال عموما يعني لان فيهم قصه نوع من الخيال ما وراء الطبيعه يعتبر يعني. فدول 3 قصص بس. قصه السينما 3 من 27 قصه السينما، وقصه رجل الاحلام، وقصه ايهما انا. دول بس اللي خيال علمي. لكن الباقي اجتماعيه وبتخاطب مواقف حصلت حقيقي في الحياه. من ضمن مثلا في حتى عدد من القصص بلسان المرأة، زي قصة الصفعة مثلا، بتتكلم عن احترام المرأة لذاتها لأنها إنسان. ما تبقاش النظرة للست أو البنت لجسدها، إنها حلوة ولا جميلة ولا أنت بتتعامل مع عقلية، مع روح إنسانية، فيكون احترامك ليها على مستوى احترامك لأي شخص، لأي إنسان عادي. لكن هو أنت بتقول هي الأول تحترم نفسها، ولا أنت بتتكلم الجمهور اللي هو المفروض إن هو كيف ينظر إليها يعني؟ بص، هي في قصة الصفعة كان الموقف إن واحد رايح يتقدم لخطبة واحدة، فده ما فيهوش من طرفها أي شيء لسه ما عملتش حاجة. أي شيء يثير مثلا غرائزه ولا رغباته المدفونة يعني. هي بس هو جاي ليه، هو مش جاي يختار زوجة، هو ده جاي يختار جسد يشاركه الفراش، مش جاي يختار زوجة يبني معاها أسرة. فبالتالي هو هنا ما بصش لعقليتها، هل هي قادرة ذهنيا وثقافيا ان هي تنشئ اطفال ولا لا، ده ولا هي هتشرفه اجتماعيا. ده مسألة هو ما كانش بطل القصة ما كانش بيبص لها. تقصد ان ده في حساباته او انت سجلت ده المشهد او المشاهد اللي انت سجلتها؟ هو كان الاصل في مشاهد القصة. هو يعني مضطر اشرح لحضرتك بس شوية نقطة لورا، انه ربط نظراته بطلة القصة على لسان واحدة ست مش على لسان الراجل. هي بطلة القصة ربطت نظرات الشخص اللي جاي يتقدم لها لخطبتها دوت، طريقة نظرته ليها بموقف حصل معاها قبل كده في مترو الأنفاق، واحد كان بيعاكسها يعني، فنفس النظرات نفس الطريقة في الكلام وبتاع. فده حسسها بنوع من الخوف، انت مش شخص جاي تبني بيت. جاي وكان طول الوقت في ربط في ذاكرتها ما بين تصرفات الشخص اللي جاي يتقدم لها وما بين التصرفات اللي كانت حصلت لها قبل كده في واقعة التحرش في مترو الأنفاق. وهي كانت في واقعة التحرش كان نفسها قوي ان هي تدي المتحرش ده بالقلم على وشه يعني. طيب ايه رأيك هنقف هنا عند المشهد ده وهناخد فاصل وهنرجع تاني للصفحة. وعايز برضو اعرف انت صورت، هي شايفة كمان
المفروض ان الناس تكلمها ازاي او امور، لكن خلينا بس نقف الوقفه القصيره دي ونرجع تاني. في انتظار حضراتكم مشاهدينا الكرام وثورتنا، والصفعه بعد الفاصل في يعني